إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا حابب أكلمكم على الجهاز ده. الجهاز ده هو راديو موديل ST 33 من إنتاج شركة سوني اليابانية في سنة 1979. المنتج ده استمر في الأسواق لمدة 4 سنين من سنة 79 لحد سنة 81. الراديو بتاعه فيه صوت استيريو مونو، يعني فيه صوت أحادي وصوت ثنائي. فيه 4 موجات FM اللي هي والموجة الطويلة اللي هي LW، والموجة المتوسطة اللي هي MW، وفي الموجة القصيرة اللي هي SW. بالنسبة طبعا هنلاقي اللي هي الترددات بتاعة الموجات بتاعته هي مختلفة عن اللي هي الترددات اللي موجودة في الراديو التانية العادية، لأن هو صراحة بيستمتع باستقبال ممتاز فائق غير مسبوق قبل كده في الراداوي اللي طلعت في السنين اللي قبله وحتى اللي بعده، عشان نبقى عارفين. لأن الراديو ده ما بيشتغلش ولا بمكثف هوائي ولا بالمكثف الحديث. الراديو ده بيشتغل بالتيونر شبيه بالتيونر بتاع التلفزيون، فعشان كده هو غير مسبوق، وحتى ما فيش بعده جه يمكن بنفس اللي هي الجودة وقوة الاستقبال بتاعت الراديو بتاعته. فاحنا عندنا اللي هنا الاف ام بتراوح مداها من 87.5 ميجا هرتز لحد 108 ميجا هرتز، وبالنسبة اللي هي للموجة المتوسطة فتراوح مداها من 522 كيلو هرتز لحد 1602 ميجا هرتز. بالنسبة للموجة الطويلة فبتراوح مداها من 150 كيلو هرتز لحد 320 كيلو هرتز. وعندنا بعد كده اللي هي الشورت ويف أو الموجة القصيرة، فهي بتراوح مداها من 5.8 ميجا هرتز لحد 15.8 ميجا هرتز. بالنسبة للراديو ده هو فيه نظام، وده يمكن كان لأول مرة نظام برمجة للإف إم وللموجة المتوسطة يدوي، ما هواش آلي. ازاي اللي انت بتظبط اللي هي الموجات ماشي عن طريق هنا زي ما احنا هنشوف لما نيجي بإذن الله نسمع صوت الراديو ونجربه. هنلاقي اللي فيه هنا ايه نقط حمراء كده، انت بتظبط دي، بتتحرك بتظبطها على القنوات بحيث انك انت تقدر تجيبها من خلال الزراير على طول. تجيب اللي هي الموجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، اللي هي المحطات على حسب ما انت مظبطها، وهو في تظبيط للإف إم والام دبليو. بالنسبة للجهاز هو بيزن 4 كيلو ونص، يعني يعتبر تقيل لحد ما. وبالنسبة اللي هي الأبعاد بتاعته هي 430 ملم، يعني تقريبا دخل على النص متر. يعني في طبعا ده اللي احنا بنتكلم كده على العرض، في 135 طول، في عندنا 290 خلاص عمق. دي الأبعاد بتاعته. والجهاز بيشتغل بكهرباء بتيار متغير 110 220 فولت مباشر. والوقت يا جماعة نسمع صوته. هاي إن شاء الله. وبعد ذلك بطولة النيل الدولية الثانية. وهذا وفيه خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بصراحة بكل صراحة ملقتش عشان تقول يعني حكي لديك تحترقا أماني
בכבוד. אבל שוב, אני רוצה לחזור איתך דווקא לבחירה בפורמט הזה של טריו ג'אז, מבחינתך אולי קודם כל כפסנתרן ואחר כך כמלחין. Storm surge as it slams into the South Carolina coast by afternoon. The storm, one of the most powerful ever to hit the United States, left hundreds of people in need. אני מכבד את עמדתו של ידידי פרופסור גמיר וגם של הוועדה בראשותו של פרופסור. الجوي والقصص دي لابد لها انها تنتهي. كل الاحترام والتقدير. مقطع من العمل الفني ده، وانت تعرف المقطع ده كان من عمل اسمه ايه ومين من الممثلين اللي بيقول. أسير الحبايب يا قلبي يا دايب. Energy 92.1 المزيكا لعبتها. الكلام عن الماضي. حضرتك اخواتي برضه في الرجاله. كان لي اخ مدرس، الاخ الاكبر اتوفى وهو صغير في حادثه سياره. الله الله جمال جمع كل حنين. طبعا يا جماعه احنا ما بنهزرش، ده سوني. أكدوا التزامهم بتنفيذ خطة العمل الشاملة حول الأخبار.
ابنك نايم قدامك على الانتريه، البنت قاعده براحتها في بيتها كده يعني يوريك الكبك تماما، لكن في النص انت في للاسف الشديد تبص الابناء هتلاقيهم مختلفين تماما، يعني ما قدروش ان هم يقنعوهم بهذه القيم والمبادئ برغم ان هي لا تتعارض مع حداثه هذا العصر. اوكي. מאוד הגדיל את הנעליים, זה מי שלימים היה שופט בית המשפט העליון חיים כהן. כן, אני רוצה גם להזכיר לך, וגם זה חשוב לזכור, כי אלה שדיברו על רפורמות. It is scheduled to start, the clean season is scheduled to start tomorrow in Egypt. There were rumors the past week that it might be postponed beyond. السلام عليكم سيداتي سادتي. זה האנדר אטאק, זה הסינגל האחרון שאבא הוציאו יחד. Не раскаялся, наоборот. Итак, Вениамин Симович Бабаджан, поэт, художник, искусствовед, книгоиздатель. Родился 22 сентября 1894 года в Одессе в караимской семье. خلال 3 سنوات إن اسكندرية والقاهرة من أكثر المحافظات اللي الأطفال فيها بيعانوا. أهلا بكم أيها الإخوة من صوت العرب من القاهرة. В Лермонтовском переулке. В семье родились 6 детей, 4 сестры, 2 брата. Вениамин был старшим. Пишет литературовед Алена Яворская. В 1903 году он поступил в 4-ю мужскую гимназию.
تكون هي للمجتمع بتاعها، لأسرتها، بتشرف كل اللي حواليها. يخضر بالسلام بالمحبة سلمي الشوق أهبع سنة شوية مش من بالي وزي البحر زي ما مريت كتير عليكم ظلم كتير فيها شباك فيها شبكيها في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية والوضع العربية بيبذل كل الجهود لتحقيق لم الشمل، معربا عن مساندته وارتياحه الكبير تجاه هذه الجهود. بس المطلوب منك انه تعلم ولادك تاريخ القدس وتخليهم يحفظوا تاريخ. الرئيس السيسي فالرؤية الجديدة والرؤية المستقبلية للإسلام الحديث. وأنت مقيم في منذ 22 سنة. يعني هو الشعر هو يعني لازم كل الاتحاد العربي والدولي يطالبوا بنقطة الأمن والسلامة. طبعا زي ما انتم شفتوا يا جماعه كم اللي هي القنوات المهول على الاف ام وهكذا على الاي ام، بالرغم ان انا اساسا مش مركب باريال مجرد حته سلكه فقط. ما بالكم لو كنت مركب باريال كويس كان يبقى طبعا الارسال شكله عامل ايه. هو طبعا مجرد بحته سلكه، فاحنا زي ما احنا شايفين كم المحطات ضخم جدا، ما فيش اي راديو عادي يجيبه، ما فيش اي راديو غير طبعا غير السوني، مش اي سوني كمان يعني. طبعا زي ما احنا شايفين هو جبار ما شاء الله يعني. شايفين الاريال اللي انا مركبه مجرد حته سلكه فقط، حته سلكه فقط يعني. والوقت يا جماعه دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والمشاركه والاعجاب، واشوفكم في فيديو جديد مع حاجه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.